أهلا بمشاهدي قناة عصر العلوم. في هذه الحلقة سنتعرف على فرص منتخب المغرب لكرة القدم في كأس إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار، وسنستعرض نقاط قوته والتحديات والصعوبات التي سيواجهها في سعيه للفوز باللقب الإفريقي. ينتظر الملايين من عشاق الكرة المغربية والأفريقية بشغف انطلاق منافسات البطولة في ساحل العاج في بداية عام 2024. ويهدف منتخب أسود الأطلسي بقيادة المدرب الخبير وليد الركراكي إلى التتويج بكأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه في كأس العالم 2022 في قطر، حيث حقق المركز الرابع وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في التاريخ. ومن بين أهم نقاط قوة المنتخب الوطني تسلحه بكوكبة من أبرز نجوم الكرة في العالم، بما في ذلك الحارس ياسين بونو وأشرف حكيمي وحكيم زياش وسفيان أمرابط وعز الدين أوناحي، إلى جانب المهاجم المتألق يوسف النصيري وقائمة طويلة من اللاعبين المحترفين. كما يحظى المنتخب المغربي بدعم استثنائي من الدولة والجامعة ومساندة جماهيرية كبيرة. وعلى الرغم من الفرص القوية التي يتمتع بها أسود الأطلس، إلا أنه سيواجه تحديات وصعوبات، من بينها المنافسة الشرسة من فرق كبيرة تطمح في الفوز بالكان مثل السنغال ومصر وكوت ديفوار كونها البلد المضيف. كما قد تؤثر الإصابات في غياب بعض العناصر المميزة على أداء المنتخب، لذا يجب على المنتخب المغربي التركيز على الأداء الجماعي والحفاظ عليه طوال البطولة واستغلال الفرص التي تتاح له وعدم التهاون في أي مباراة. وإذا تمكن المنتخب المغربي من التغلب على هذه المصاعب، فإن لديه فرصة قوية للفوز بكأس إفريقيا الغالية. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد.